حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. الدخلة اللي دخلتيها علينا دي ام وليد. طبعا الجو ساقع واحنا عارفين الكلام دوت وتلج. تلج يعني يبقى عدس. النهارده هنعمل شوية عدس كده حلوين من الاخر. فعندنا شوية خضار، عندنا بصل وعندنا توم وبطاطس ودي كوساية. انا سمعت ان هي ما بتخليش العدس يعمل حمو. وعندي طماطم وعندي جزرتين. انا النهارده هعمل بس كده ايه طبقين على قد الغدا. ده الخضار اللي كان معاه. انا معايا هنا حوالي نص راس توم. هم دول حبة التوم اللي هستخدمهم في الوصفة كلها. كل الخضار ده انا مقطعاه وغسلاه يعني انا كده قطعته خلاص، وتقطعيه كبير علشان يتحمل السوا مع العدس. مش كبير قوي ومش صغير قوي. هنزل بيهم على العدس وازودهم مية مش كتير. هنزل بشوية كركم وشوية بودرة زعفران. هيدولك لون للعدس حكاية حكاية. وهنزل بمعلقة ملح ودي معلقة صلصة. بس هي دي كل اللي انا هحطه دلوقتي، لكن بقية الحياء وبقية التتبيلة هبقى احطها لما اخلص سوايه. نزلت بمعلقة الملح زي ما اتفقنا، وهقلب ده كله واولع عليه واسيبه يستوي كده مع نفسه على نار هادية. انا معرفش ازاي ما شفتش الجزرية دي، بس على العموم انا قطعتها يعني. بس هغطي عليه بقى كده، بقى خلاص الخضار بتاعي استوى. معلش البخار مش مبين الدنيا شوية. بصوا الخضار استوى ازاي. والكوساية دي ما بتأثرش في الطعم خالص. احلى حاجة في العدس ده ان انتي بتحطي فيه كمية خضار وممكن تأكليه لولادك وهم مش عارفين. العدس بقى هنا خلاص استوى، هقفل عليه واستنى لما يهدى وبعدين اعصره واصفيه. هنا انا حطيت بتنجان كمان، عملنا بتنجان جنبه وبصل بقى. بصوا ظبطنا التظابيط. دي التتبيله بتاعه البتنجان. هي توم وهريسه شطه، وقطعت يا اما كزبره يا اما بقدونس اللي عندك حطيه. وهنا كمان قطايه. يعني هخلي كمان قطه. فانا قطعتها زي ما احنا شايفين كده. عشان احشيها من الحشوة اللي انتوا شفتوها دي. هنا انا عصرت العدس وصفيته زي ما احنا شايفين كده. ليه بصفيه؟ عشان ما يبقاش فيه اي شوائب ملهاش لازمة، وكمان عشان يخلي العدس بتاعي كريمة. دول الشوائب اللي طلعت من القوطة ومن الحاجات التانية، فانا ايه مستغنية عنها يعني. هنا بقى عندي حتة ليا وما ادراك وما حتة الليا دي بقى نسيحها. وبعدين ننزل بشوية زيت. انا كده حطيت بصلاية حلوة كده معقولة. كمان هنزل بالزيت. انا حطيت ليه زيت عشان اخفف كل نسبة الدهون اللي انا حطيتها دي، لاني في الاخر هحط معلقة سمنة بلدي. انا كده حطيت اللي سيحتها، نزلت بالبصلة وزودت مقدار الزيت. كده البصل خد معايا لون. هنزل بشوية شعرية زي نص كوباية شعرية، لاني انا عاملة كمية على قد اليوم. كده طبعا ايه انا يعني يا دوبك خد لون. عشان كمان الشعرية لسه تتحمر معاه، وكمان هيحمر قوي بعد ما الشعرية تستوي. لو انت حابة تحطي الشعرية قبل المرحلة دي بشوية يبقى تمام زي ما احنا شايفين كده. بس هو كان حلو ما كانش وحش. كده خلاص الشعرية بتاعتي اتحمرت. نزلت بكمية العدس، وطبعا العدس كان تقيل فانا خففته بمية زي ما احنا شايفين كده. خففته بمية وهسيب بس الشعرية تستوي معاه، وطول ما هو على النار تفضلي تقلبي فيه. هنا معايا فلفل اسود ومعايا كمون ومعايا كزبرة ناشفة. هي دي مقادير او التوابل اللي بتتحط على العدس. ما بتحطروش اكتر من كده. بس انتي لو حبيت بهارات تانية حطي. كده العدس بتاعي جاهز. دي معلقة السمنة البلدي اللي قلتلكم عليه، بتوديه في حتة تانية. هحطها كده على الوش عشان تسيح. كمان بتدي منظر حلو قوي للعدس. العدس كان حكاية والله العظيم. بصراحة هي دي الأكلات الشتوية اللي تنفع في الجو اللي احنا فيه ده. ده العدس بتاعنا الجميل الحلو. وكمان دي القوطة المخللة والبتنجان المخلل. وعندي كمان بيحبوا يعصروا على العدس ليمون. فانتي تعملي كل الأذواق اللي هم بيحبوها.
عشان ياكلوا الحاجة بنفس. وده بصل تبلته في ملح وخل وليمون، وكمان حمصت عيش عشان تبقى الأكلة كاملة متكاملة وما يبقاش ليهم حجة عندي. دي وجبتنا النهاردة السهلة البسيطة الجميلة الطعمة المدفية في الجو اللي احنا فيه ده. يا ريت تجربوها، ويا ريت تقولولي ايه رأيكم فيها. طريقة سهلة وبسيطة، وقضينا يومنا بأبسط الأكلات الجميلة الشتوية. طبعا حمصنا عيش، واللي عايز عيش طري طبعا بنحط. جربوا وصفتي النهاردة وان شاء الله تنول اعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة، والتعليق الحلو اللي بيفرح قلبي، وكمان اللايك. بالله عليكم اللايك. ان شاء الله نكبر بيكم وليكم، وربنا يقوي كل من كان. هي وجبة عدس لكن هي مكلفة، مش مكلفة، مفيش حاجة دلوقتي ما بتكلفش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.